قصة قوم عاد الجبارين. ما قصة النبي هود عليه السلام مع قومه عاد الجبابرة؟ لماذا كذبوا نبيهم؟ وبماذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا كان عذابهم قاسيا جدا وبأبشع الطرق؟ قناة كريم الدبدوبي للقصص الدينية، قصص القرآن والمعلومات الدينية. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، فدعمك المحتوى المفيد تأخذ عليه الأجر بإذن الله السميع العليم. بعد الطوفان العظيم، وبعد أن أهلك الله قوم نوح ومحى أثرهم عن الوجود، الطوفان الأعظم في التاريخ، مسحت الأرض من الإثم ومسحت أيضا من الكفرة والمشركين. ظلت الأرض آمنة مليئة بالإيمان فقط، لكن الشيطان لا بد وأن يفسد في الأرض من جديد. بعد الطوفان العظيم بنى قوم نوح أصناما لأشخاص كانوا يعظمونهم، بنوهم فقط ليتذكروا ما فعلوه وليحمدوا الله سبحانه وتعالى على أن نجاهم وما أكرمهم به من نعم. مرت السنين والأيام، وجيل بعد جيل بدأ تعظيمهم لتلك الأصنام التي صنعوها بهدف التذكير فقط. بدأ الناس يتقربون إليها، وبدأ الشرك يتغلغل ويتغلغل من جديد، ومن جديد ملئت الأرض شركا وظلما وطغيانا، فكان لا بد من أن يرسل الله الأنبياء ليقيموا الناس وليعيدهم إلى طريقهم. ومن بين هؤلاء الأنبياء هو هود عليه السلام. أرسل الله نبيه هودا إلى عاد، وعاد هي قبيلة كانت توجد في الأحقاف، وعاد هم من أقوى الأمم قاطبة في زمانهم. كانوا قوما جبارين طغاة عظام الأجساد، كانت قوتهم يضرب بها المثل في كل أصقاع الأرض، فكانوا لا يهابون أي أحد وأي شيء، كانوا متجبرين حقيقيين في الأرض. لكن رغم ضخامة أجسادهم كانت عقولهم ضعيفة جدا، فكانوا يعبدون الأصنام من دون الله. فأرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني هود كان منهم ومثلهم. والله سبحانه وتعالى لا يرسل الأنبياء إلا من الناس ومن نفس القوم. بدأ هود عليه السلام دعوته معهم، بدأ معهم حليما، فكان هود عليه السلام يرأف بقومه ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن. فكان يقول لهم: يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا إنما هي دار عمل وليست دار بقاء، ومهما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من قوة فإنه لن يعجزه أن يعذبكم بذنوبكم. لكن قوم هود نظروا يمينا وشمالا، فوجدوا أن لا أحد على الأرض في زمانهم أقوى منهم، فتجبروا وعاندوا نبيهم وطغوا في الأرض. وقالوا لبعضهم البعض: ما هو إلا بشر، وما هو إلا بشر أحقر منكم ولا يصل إلى مكانتكم، فها هو ذا انظروا إلى فقره، فها هو يأكل ويشرب في الأواني النحاسية، وأنتم الأعظم الذين تأكلون وتشربون في الأواني الذهبية. ما هو إلا رجل، ولو أراد الله أن يرسل رسولا لجعله ملكا. يقول الله سبحانه وتعالى: قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يعني أن هذا مجرد بشر مثلكم، وإذا اتبعتموه فسوف تكونون خاسرين لا محالة. استمر هود عليه السلام معهم ولم ييأس. اتهموه بأنه سفيه، قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، لكنه كان مع ذلك حليما، فقال لهم: يا قومي، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أرحم الناس بأقوامهم رغم طغيان قومهم ورغم تجبرهم وتعنتهم. لكن مع استمرار هود عليه السلام في دعوتهم ونهيهم عن شركهم وعبادتهم الأصنام مع الله سبحانه وتعالى هددوه. نعم، وصل الأمر إلى التهديد، لم يبقى الأمر في تكذيبهم واتهامهم بالجنون والتسفيه فقط، بل وصل بهم الأمر إلى التهديد. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا أعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظر إلى هذا الكلام، انظر إلى كبر حماقتهم وجنونهم. قالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة أبدا، يعني ما جئت بآية تدل على نبوتك، وإن لنقول إن بعض آلهتنا الذين سفهتهم واتهمتهم بأنهم لا ينفعون ولا يضرون هي من أصابتك بهذا المس. فتبرأ منهم هود عليه السلام وقال:
إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ. كان تهديدهم له فكان وعد هود عليه السلام لقومه أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى. لقد دعاهم ودعاهم، كلمهم في التوحيد وكلمهم في العقيدة. نعم، كلمهم في العقيدة، فهم سألوه كيف يعيدنا الله سبحانه وتعالى إلى الحياة بعد أن نصير عظاما ورفاتا؟ كيف هذا؟ هذا لا يعقل. يقول الله سبحانه وتعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون؟ قالوا هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا هو كلام الكفرة والمشركين والملحدين إلى يوم الدين، دائما ينكرون البعث وينكرون استحالة الرجوع. وبعد أن يئس هود عليه السلام منهم حذرهم بالعذاب فقالوا ومن سيهلكنا يا هود؟ قال الله سبحانه وتعالى جاءهم الجفاف واشتدت حرارة الشمس فكأنها نار فوق رؤوسهم، كانت الصحراء تشتعل من تحتهم والسماء تغلي من فوق رؤوسهم، فاشتد الأمر عليهم وانقطع الماء تماما. فجاءوا إلى هود عليه السلام فقالوا يا هود ما هذا الجفاف؟ ما هذا الذي يحدث؟ فقال لهم ذلك الله سبحانه وتعالى كفرتم به فهو يذيقكم نقص النعم لتعودوا إليه، فإن عدتم أغدق عليكم بالنعم والخيرات وزادكم قوة إلى قوتكم، لكنهم أصروا على عنادهم وازدادوا طغيانا. استمر الحال على ما هو عليه، وفي يوم ما رأوا سحابة عظيمة سوداء قادمة باتجاههم فظنوا فيها خيرا فاستبشروا خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني لما رأوا ذلك السحاب الأسود ظنوا أنه مطر قادم إليهم فهرعوا إليه كلهم جميعا واستبشروا به خيرا، لكن ذلك السحاب زاد سوداده واشتد البرد واشتدت الرياح واشتد صوته. عذبهم الله سبحانه وتعالى بريح عاتية قوية لم تمر أبدا في التاريخ ولم تمر بعد. كانت تلك الريح لأول مرة تأتي على الأرض، كانت تدخل من أفواههم ومن أجسادهم، من الثقوب التي في أجسادهم، فكانت تقتلع أجسادهم اقتلاعا. استمر عذابهم القاسي واستمرت الرياح فوقهم تدمرهم وتدمر خيامهم وأجسادهم وما صنعوه فوق الأرض 7 ليال و8 أيام. يقول الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فكيف كانت نهايتهم؟ فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ انظر تشبيه الله سبحانه وتعالى لنهايتهم، ظلوا كجذوع النخل الخاوية البالية، عندما تمسكها تتفتت في يدك. كذلك كانت نهايتهم، وكذلك تكون نهاية الله لمن طغى وتجبر فوق الأرض وفكر مع نفسه ومع عقله أنه سوف يدوم خالدا فيها ويفعل ما شاء ويرتكب ما شاء، فهو لن يبعث ولن يحشر. هذه نهاية الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتحداه ومن أراد أن يطغى. ونجى الله سبحانه وتعالى هودا ومن آمن معه. يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ، وكان عذابا غليظا فعلا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وادعمني بإعجاب ومشاركة مع أصدقائك لنشر المحتوى المفيد، فأنت سوف تؤجر بإذن الله السميع.